بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء المستحق للقب المنقذ البشرية وعلى آله وصحبه أجمعين. وضع المسلمين اليوم لا يحسدون عليه هم، والمسؤول عن هذا الوضع المزري ليس الإسلام وإنما المسلمون أنفسهم، هم المسؤولون مسؤولية مباشرة عن هذا التخلف وهذه المظاهر التي تنفر ولا تجذب. هناك فرق بين تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. تاريخ الإسلام فيه نقاط سوداء نخجل عن ذكرها، أما تاريخ الإسلام فهو ملكة الجمال. يريد المبغضون رمي الطين على وجهها حتى تشوه، ولكن هيهات هيهات. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، ومن يكن ذا فم مر يجد به مرا الماء الزلالا. أولئك الذين يتهمون الإسلام بأنه سبب تخلف المسلمين عسكريا واقتصاديا وإداريا وسياسيا لقد افتروا على الله إثما عظيما. كيف يستقيم الأمر أن يكون الإسلام في بداية أمره عامل وحدة وعزة وقوة وتلاحم وانتصار ونهوض، ثم يكون في نهاية الأمر عامل تمزق وتخلف وفقر وجهل؟ يقول هؤلاء المرضى إن أوروبا تركوا دينهم فتقدموا، فعلينا أن نقتدي بأوروبا حتى نترك ديننا حتى نتقدم. نقول لهم كذبتم، أوروبا لم يتركوا الدين، أوروبا تركوا خرافات ضلالات خزعبلات لم يأتي به نبي ولم يأتي من عند الله. عندما ترك أوروبا هذه المظاهر المخلفة والمناوئة والمنافية للإسلام، يعني للمسيحية للكنيسة، تقدموا. نعم، نحن أيضا نبارك لهم هذا الترك وهذا الإهمال. هل رأيت أن دين نبي يأتي وأمه النجاسة؟ هم يعتبرون التطهر والتقدس ويعني التطهر يعتبرونه إثما كبيرا. مثلا يمدحون إنسانا يقولون هنيئا له منذ 50 سنة لم يمس بشرته الماء. هل هذا هو دين؟ منذ 50 سنة هل هذا هو دين عيسى؟ هذه خرافات تركها أوروبا فتقدم. أما الإسلام العظيم فيخالف مخالفة كبيرة. انظر كيف استطاع الإسلام العظيم أن ينشئ أمة عظيمة قوية. كيف استطاع؟ قبل الإسلام كانت الأمة التي بعث فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمة تعيش
أوضاعا إما مضحكة وإما مبكية، وكان العقل قد انحرف، وكان الفطرة قد فسد. 4 قرون هذا المجتمع الجاهلي لم يقدموا للبشرية سوى المعلقات السبع، بعض القصائد التي نالت استحسان بعضهم فعلقت بجدار الكعبة. 400 عام كان إنتاجهم وتطورهم وما قدموه للبشرية المعلقات السبع. هذه الأمة نفسها وكرامة المسلمين اليوم مداسة، والسبب نحن وليس الإسلام. إن أمة الإسلام تستمد قوتها من القرآن الذي هو كلام الله الذي يحمل قوة القائل، وليس أقوال الناس متساوية. القول يحمل قوة القائل، فالله هو القائل، هو المنزل الذي قال: وكذلك أوحينا إليك روحا. القرآن روح تحيا بها الأمة. سمى ذاك الرجل أو ذاك الملك الذي تكفل من قبل الله بإنزال الوحي، سماه الله روحا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه الأمة التي أنشأتها الإسلام هي التي قادت البشرية 13 قرنا ونصف بدون منازع، ولكن كان قادتهم كما يلي: عندما استلم الحكم أحد الخلفاء الذين مثلوا الإسلام تمثيلا حقيقيا، خاف لأنهم يهربون من المسؤولية إن تصوروا أنهم سيفشلون فيها. أرسل إلى أحد العلماء وقال له: إنني ابتليت بهذا الأمر، هل تراني أنجح؟ هل تراني أستطيع أن أسير بالأمة هكذا؟ ماذا قال له؟ قال: كيف حبك للدينار والدرهم؟ قال: لا أحبهما. قال: إذا سر على بركة الله فأنت منصور. من أحب الدنيا فليتهيأ للذل. هذا القائد الذي أنشأه الإسلام تأتيه الأمر بإكساء الكعبة، فأصدر أمره بمنع إكساء الكعبة. قال: هناك أجساد عارية من البشر هي الأولى بالإكساء من الكعبة. هؤلاء العلماء أيها المسلمون اليوم والأحزاب الإسلامية هي الأمل، هي البصيص عليه أن نعلق عليه الآمال. ولكن أي نوع من العلماء؟ العلماء الذين يؤثرون دينهم على دنياهم. إذا آثروا دينهم على دنياهم اتخذوا الرسول قدوة له. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لعشت حرا. انظر هؤلاء العلماء أن يفضلوا دينهم على دنياهم، وأن يفضلوا أمتهم على حكامهم، لا ينحازون إلى الحكام. صلاح الدين الأيوبي كان يرسل أبناءه إلى العلماء الذين لا يخالطون أصحاب السلطة، وكان هو يحكم الدنيا، ولكن يمتنع أن يرسل أبناءه للتربية، أن يكونوا مؤدبين يعني معلمين لأبنائه. يعني نهى أن يرسل أو امتنع أن يرسل أبناءه إلى العلماء الذين يخالطون أصحاب السلطة. العلماء العظماء
الذين اقترب منه الحكام شبرا ابتعد عنه باعا، وإن اقترب السلطان منه باعا ابتعد منه ذراعا، وإن أتاه السلطان يمشي فإنه يلوذ بالفرار هرولة. هؤلاء العلماء والذين يجب عليهم أن لا يهتموا بما يصيبون في سبيل الله، فإذا ما اهتموا أو جبنوا أو تخاذلوا فإنهم ليسوا قادرين على حمل هذه الرسالة. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. إذن الإسلام العظيم سيعود دورها. أما الأحزاب الإسلامية فإنني أرى هذه الحركات الإسلامية أن يكون تعددها كصلاة الجمعة، كما أنه تقام في هذه المدينة يوم الجمعة صلاة الجمعة في عدة أمكنة، وهذا لا تفرق ولا تمزع، لا تفرق ولا تمزع. تعدد الأحزاب الإسلامية يجب أن يكون مثل تعدد صلاة الجمعة. هكذا يريد الإسلام منا. إننا وإن اختلفت آراؤنا فذاك ثراء، والمصيبة الكبرى أن تختلف قلوبنا. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أما الآراء إن اختلفت فهذا ثراء للدين. ويجب على الأحزاب الإسلامية إن أملوا شعوبهم خيرا أن لا يعتمدوا على العضوية والتسجيل، فكل مصلح هو عضو معهم وفيهم. ولكن يجب علينا بما أننا أصبنا بنكبات ونكبات درجت الأمة بدمائها، فعلينا أن نبدأ بفترة التكوين ثم التمكين. المنهاج الحركي للإسلام حركة كما فعله الرسول في مكة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بفترة التكوين، كونوا أمة. الرسول عندما بعث كان أوضاع الأمة يومها أوضاعا مزرية اقتصاديا، حتى كانت الجزيرة تحت الاحتلال البيزنطي والدولة الساسانية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع راية التحرير. ثم الرسول عندما بعث رأى قوما موبوعا قد فتك بهم الأمراض، من أهونها دفن الأولاد وهم أحياء والبنات، وبأي ذنب قتل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بمكافحة هذه الأمراض أبدا، لا بتحرير وطنه ولا بمكافحة هذه الأمراض. بدأ بفترة التكوين، غرس العقيدة مدة 13 سنة أو 13 عاما. هكذا عندما أكمل فترة التكوين بنى الإنسان ضميريا أخلاقيا. بعد ذلك بدأ بفترة التمكين. وتمكين المسلمين نعمة عظيمة على العالم. لماذا؟ لأن الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لماذا الغرب والأعداء الآن يتخذون شتى الوسائل من عدم تمكين القيادات الرهبانية من الحكم؟ هذه خطة خططها لويس الفرنسي لإفساد الحكم على الأمة الإسلامية، لأن القيادات الربانية المحترمة المؤمنة النظيفة الطاهرة إذا تغلبت في أمة، الآن نحن الدول الإسلامية 53 دولة، تدرون اقتصادنا أو ميزانياتنا كم هي؟
تساوي ميزانية ألمانيا دولة أوروبية واحدة، دولة أوروبية واحدة. فهذا يقول أحد الخبراء الغربيين: علينا ألا نمكن القيادات الإسلامية الربانية من الحكم، وإلا الآن إنتاج الدول الإسلامية 4 تريليونات. هو يقول لو تمكن القيادات الربانية التي تخاف الله وتقف عند حدود الله في سنة واحدة من 4 تريليونات إلى 40 تريليونا ترتفع ميزانية الدولة، فتصبح قوة عظيمة بحيث لا يمكننا التغلب عليها. إذن يجب علينا الآن أن نسعى، ولكن بمنهاج حركي، من تمكين دين الله في الأرض، لأن تمكين دين الله في الأرض هي رحمة نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا القائد الذي رباه الإسلام ماذا يقول؟ صلاح الدين الأيوبي يقول: إن أسوأ أمير ورئيس الذي يملأ جيبيه ويهزل شعبه، يملأ جيبيه ويهزل شعبه، وهو يخرج من الدنيا ولم يملك ولم يترك وراءها شيئا سوى إرث الأنبياء العلم والأخلاق، وليس حطام الدنيا. هذه قيادات محمد الفاتح الذي فتح إسطنبول عاصمة البيزنطيين. ماذا يقول عندما رأى إمامه وشيخه ومؤدبه يسجد تحت الخيمة؟ فرجع إلى جيشه وقال: انتصرتم والله، هذه السجدة أحب إلي من 10,000 سيف يشهر. هذه القيادة العظيمة الذي تتربى على الإسلام هو الأمل. لله الحمد، الآن بدأت الصحوة، بدأت الاستيقاظ. الإسلام قد غاب عن هذه الأمة منذ قرن تام. لا القوانين إسلامية، ولا الأخلاق إسلامية، ولا اللباس إسلامي، ولا الآداب إسلامية. هل تدرون بأن الحرب الشعواء التي تسلط على الأمة الإسلامية ميزانيتها لسنة واحدة تكفي لإطعام شعب أفريقيا البالغ عددهم 700 مليون، والبالغ مساحة أرضهم 33 مليون كيلومتر. ميزانية سنة واحدة التي تخصصها أعداء الإسلام لتشويه الإسلام تكفي لإطعام شعب أفريقيا، قارة أفريقيا جميعا. إذن هو الإسلام، ولولا قوة الإسلام وتجذره وتكفل الله بحمايته لانمحى عن وجه الأرض. ولو كان دينا آخر لم نجد له إلا أثرا بعد عين. إذن نحن معتزون، وإننا إن شاء الله منصورون. نحن من الأمة المنصورة. نحن ابتلينا، ولكن هذه الفترات الركود مرت على الأمة الإسلامية، ثم نهضت من جديد وبدأت تمارس دورها، فنحن ننتظر. فتحية لكم أنتم أيها العلماء يا ملح البلد، دوركم كبير ورسالتكم عظيمة، لا فرقكم وبين الأنبياء، سيروا على نهجهم تفلحوا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.